ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل صيف وانتم كويسين. النهاردة هنتكلم عن فيلم من افلام الصيف. يلا نشوف هنتكلم عن فيلم ايه. يلا بينا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة فيلم شماريخ. في إطار من الحركة والتشويق بيدور الفيلم حوالين فكرة الضغوطات اللي بيتعرض لها الإنسان في الحياة من خلال رجل أعمال بيقع في حب فتاة وبتوصل حياته لمرحلة من الضغوطات المتفجرة. بيجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه شماريخ شخصية رجل ثري، يعني رجل غني عنده مصنع بلالين، وبيقع في حب أمينة خليل بطلة الفيلم، واللي بتجمعهم قصة حب خلال العمل. الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والفيلم بيدور في إطار درامي تشويقي أكشن، وبيشارك في بطولته مع آسر ياسين وأمينة خليل، كل من خالد الصاوي وأدهم الشرقاوي وسالي حماد ومحمد ثروت ومصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف. الجدير بالذكر ان اخر اعمال المخرج السينمائي عمرو سلامة كان فيلم بره المنهج، وكان من بطولة ماجد الكدواني وروبي واسماء ابو اليزيد والطفل عمر الشريف ودنيا ماهر واحمد امين. اما بالنسبة للنجم آسر ياسين قد كشف عن البوستر الرسمي الدعائي الفيلم الجديد شماريخ، حيث ظهر آسر ياسين مرتديا قناع ضد المفرقعات والشماريخ والدخان، بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر ياسين وهي بتبص للشماريخ في السماء. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. شكرا يا شباب.